هل عاد الوداد إلى القمة من جديد؟ بعد بداية متذبذبة، الفريق الأحمر يوجه رسالة قوية لكل المنافسين. في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب البشير بالمحمدية، تمكن الوداد الرياضي من تحقيق فوز مهم على حسنية أكادير بنتيجة 2-1 ضمن مؤجل الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي. الوداد بدأ اللقاء بقوة، حيث افتتح ستيفان كي التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الجنوب إفريقي ثيمبين كوسيلورش الهدف الثاني في الدقيقة 12. لكن الحسنية لم تستسلم، وتمكنت من تقليص الفارق عبر محمد بخاش في الدقيقة 18 ليشتعل اللقاء من جديد. رد سريع، ورغم ضغط الفريق السوسي، تمكن الوداد من الحفاظ على تقدمه حتى النهاية، ليحصد 3 نقاط ثمينة تضعه مؤقتا في صدارة الترتيب ب17 نقطة. فوز يعيد الثقة ويعلن أن الوداد عائد بقوة للمنافسة على اللقب. برأيك، هل سيستمر في القمة حتى نهاية الموسم؟ اكتب رأيك في التعليقات، واضغط إعجاب واشترك ليصلك جديد الكرة المغربية أولاً بأول.